المصدر الأول ديالكم لمتابعة آخر تطورات الملاعب المغربية بالصوت والصورة ومن قلب الحدث. اليوم جيناكم بخبر غادي يفرح قلوب جمهور الرباط وكل عاشق ديال المستديرة، لأن الميدان اللي كان حلم كيقترب يتحقق قدام عيوننا خطوة بخطوة. إلا كنتي مهتم بالجديد ديال الملاعب المغربية ما بغيتيش يفوتك حتى تفصيل صغير، ضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس وخليك ديما سباق للأخبار الميدانية. من قلب العاصمة الرباط وبالضبط من داخل أسوار ملعب مولاي الحسن كيتواصل ورش التأهيل بوتيرة عالية وحماس كبير، واللي كيأكد أن الرباط غادي تستقبل مباريات في مستوى عالي وبشروط عصرية تليق بجمهور العاصمة والجمهور المغربي ككل. الحدث الأبرز اللي فرح الناس كاملين هو انطلاق عملية زراعة العشب الطبيعي، واللي وصل دابا لأكثر من 35% من المساحة الكاملة، واللي ماشي أي عشب بل واحد من أجود الأنواع اللي كيتحمل مختلف الظروف المناخية وكيعطي أرضية خضراء نقية صالحة لأعلى مستويات التنافسية. هاد العملية ما جاتش هكاك، وراها أسابيع طويلة من التحضير، من تسوية التربة بطرق تقنية حديثة لتركيب نظام سقي ذكي وعصري كيوزع المياه بشكل موحد وبحساب دقيق باش العشب يبقى خضر طيلة الموسم، لا في حر الصيف ولا في برودة الشتاء. العمال والمهندسين خدامين ليل ونهار شريط بشريط بدقة عالية وبإشراف تقنيين محترفين، وكل شبر من الأرضية كيتغطى بعناية بلا زواق وبلا تسرع، وحتى مرافق الملعب الأخرى خدامين عليها بالتوازي. تركيب الكراسي الجديدة اللي اللون ديالها الأحمر والخضر كيزيد من جمالية الواجهة الداخلية للمدرجات وكيعطي روح وطنية رائعة، مع تثبيت لوحات الإشهار بطريقة منظمة ومتناغمة مع التصميم العام للملعب. وما نساوش الإنارة الحديثة اللي غادي تخلي الملعب يشعل النور بالليل ونهار من نفس الجودة بنظام متطور وفعال كيساهم في تحسين تجربة الجمهور والمتفرجين وحتى اللاعبين داخل الميدان. هذه كلها تفاصيل كتقول باللي هذا الملعب غادي يولي فخر الرباط وفخر كل مشجع مغربي، لأن الرؤية اللي وراء هذا الورش هي رؤية واضحة. البنية التحتية لازم ترقى لمصاف الملاعب العصرية اللي كتشرفنا داخل وخارج المغرب، ومازال قدامنا مراحل مهمة: تثبيت الحواجز الأمنية، تهيئة فضاءات الإعلام، تجربة الإضاءة النهائية، تنظيم المسارات الخاصة باللاعبين والحكام باش كل شيء يكون منظم ومحسوب وبدون أخطاء. وهنا كيبان الالتزام كل الأطقم اللي خدامة من مهندسين، تقنيين، عمال، وحتى الجهات الساهرة على تمويل ومتابعة المشروع لحظة بلحظة بلا توقف وحتى في أصعب الظروف المناخية. ملعب مولاي الحسن اليوم كيتحول قدام عيوننا من مجرد ملعب بسيط إلى تحفة رياضية غادي تحتضن مباريات كبيرة، وغادي ترجع الفتح الرباطي يلعب وسط أجواء تليق بتاريخه وبطموحات جمهوره اللي ديما كان وفي وصبور. وها حنا وصلنا لنهاية التغطية ديالنا اليوم من قلب أوراش ملعب مولاي الحسن. كنقول لكم خوتي الجمهور الرباطي والجمهور المغربي كامل، هذه غير البداية والأجمل مازال جاي. بقاو ديما معنا باش نواكبوا هذا الإنجاز لحظة بلحظة بالصوت والصورة ومن قلب الحدث. وما تنساوش تشاركوا هذا الفيديو مع أصحابكم وتخليوا لنا رأيكم في التعليقات. شنو رأيكم في هذا النسق السريع؟ وشحال متحمسين تشوفوا الفتح كيلعب وسط أرضية خضراء معايير عالمية؟ دعمكم كيخلينا نستمروا، وضغطكم على زر الاشتراك وتفعيل الجرس هو السند الكبير ديالنا. كان معكم فريق أنوار ستاد، أوفياء للملعب وأوفياء لكم. إلى اللقاء في تغطية قادمة من قلب كل ورش وكل ملعب في المملكة المغربية.